يومين؟ طب إحنا بنصوم 55 ليه؟ ومين اللي عمل فينا كده وزودهم؟ وهم زمان كانوا بيصوموا 55 ولا إحنا اتضحك علينا؟ وإزاي الكنيسة بتحدد البداية؟ ومين أصلاً كان بيحدد بداية الصوم زمان؟ وهو كل سنة حد بيجي يغير التاريخ ده؟ إيه ده؟ هم اليهود ليهم يد في تحديد الصوم بتاعنا؟ عشان تعرف إجابة الأسئلة دي وكتير غيرها، جهز كوباية الشاي الحلوة بتاعتك وارشم صليبك، وورقة وقلم، عشان هنعيش مع بعض الحكاية خطوة خطوة. يلا بينا. يلا بينا. الحكاية ابتدت سنة 190 ميلادياً لما إيريناوس أسقف ليون اللي هي فرنسا دلوقتي كتب رسالة لفيكتور الأول أسقف روما وقتها، بيقول فيها إن الصيام قبل القيامة كان يوم واحد بس، وبعدها بسنين ناس صاموا يومين، وفي كنايس صاموا 40 ساعة بس مش 40 يوم. طب ال55 يوم جم منين؟ في البداية كانت الكنيسة القبطية فقط بتصوم 40 يوم، وبعد ما الإمبراطور قسطنطين اعترف بالمسيحية رسميا